بيبدأ الفيلم في مملكة كورية قديمة بتدور فيها حرب شرسة جدا بين الإمبراطور الصيني تايزونج وجنود الملك جوجوريو اللي بيواجهوا 150 ألف جندي من جنود الإمبراطور الشرير تايزونج بكل شجاعة ومهارة. وكان جنود الملك جوجوريو هيخلصوا عليهم كلهم ويهزموا قوات تايزونج، لكن تايزونج بيفاجئهم بجيش تاني وجنود أكتر كانوا مستخبيين في الجبل. وبيحاول ساموليه الشجاع وهو واحد من جنود القائد يون اللي بيتبع الملك جوجوريو أن يصمد قدام قوات دايزوك، لكن القوات كانت كبيرة وما قدروش عليها. وبيتقتل صديقه العزيز في قلب المعركة وبيشيله عشان يحاول ينقذه، لكنه بيكتشف انه مات. وبينجح تايزونج انه يأسر الوسيطة الروحانية للملك جوجوريو واللي كان بيعرف منها المستقبل وتوقعات النصر في اي معركة. وبيعرفوا انها كانت زوجة القائد يانج من جنود الملك جوجوريو. وبيؤمر تايزونج جنوده انهم يهاجموا قلعة تاني اسمها انشي عشان ينتقم من القائد يانج وهو قائد من قوات جوجوريو. وبيعين القائد يون الجندي ساموليه بدل القائد يانج لأنه ما حاربش معاهم في المعركة الأخيرة واعتبروه خاين ليهم. وبيقول له إنه هيسيب جنود الإمبراطور تايزونج يحرقوا قلعة أنشي عشان ينتقم من شعبها لأنهم بيتبعوا القائد يانج. وبيقابل ساموليه جنديين من جنود الملك جوجوريو وبياخدهم معاه لقلعة أنشي. وبيقابل ساموليه القائد يانج قدام قلعة أنشي وبيشك فيهم يانج إنهم ممكن يكونوا جواسيس وبيقتل الجنود اللي معاه. وبيضربوا ساموليه وبياخدوه معاهم للقلعة وبيؤمر الجنود إنهم يحبسوه لغاية ما يتأكدوا من أمره. وبيوصل القائد يانج عشان يحل مشكلة بين جنوده في القلعة بسبب إنهم كانوا بيتخانقوا على الأكل، وبيحل المشكلة بتاعتهم وبيقدر بحكمته إنه يسيطر عليهم. وبيقابل يانج ساموليه وساموليه بيقوله إنه مش جاسوس وعايز يشاركهم القتال. وبيظهر واحد يعرفه ويطمن يانج لساموليه وبيبدأ يعرفه على جنوده والقادة بتوعه وبيطلب منه إنه يقاتل جنبه. وبيمسك العلم وبيكون بيرافقه في كل المعارك. وبيتبع ساموليه القائد يانج وبيتجسس عليه وبيشوف حبه لشعبه وإنه بيزورهم وبيشاركهم أفراحهم واحتفالهم بولادة أطفالهم، وكمان بيساعد الناس والجنود في عملهم. وبيحكي ليه صديقه العجوز عن كمية الحب اللي شعب قلعة أنشي بيحبوه للقائد يانج. وبيكتشف يانج إن أخته بتحب واحد من جنوده وبيغضب جدا لما شافها عنده. وكان بيحذر الجندي إنه يبعد عنها عشان لو حد فيهم اتوفى في المعركة التاني هيحزن عليه، لكنها بتقوله إنهم بيحبوا بعض ومش هيفارقوا بعض أبدا. وبيكتشف القائد يانج الهجوم اللي كان بعته الإمبراطور تايزونج وبيبدأ يجهز نفسه للمعركة. وبيطلب يانج من ساموليه إنه يحلق ليه دقنه وبيقول له يانج إنه عارف إنه مبعوث من جوجوريو عشان يقتله وبيسيبه ويمشي بعد ما اكتشف أمره. وبعدين بينادي عليه إنه يجيب العلم ويتبعه في المعركة اللي بيشارك فيها كل شعب قلعة أنشي حتى أخت القائد يانج. وبيبدأ جيش تايزونج العملاق يقرب من القلعة وكان عدد جيشه 200 ألف جندي. وجنود يانج بيسألوه هل هيقدر يحارب كل الجيش ده، وبيقول لهم إنه هيحارب بكل قوته ومش هيستسلم أبدا. والشعب بيفرح بشجاعته وبيصرخ جنوده صيحات القتال والاستعداد للمعركة. وبيؤمر تايزونج جنوده إنهم يحاصروا القلعة ويأسروا كل الأطفال والنساء اللي فيها ويقتلوا الرجالة. وبتبدأ المعركة بأحجار ضخمة بتهاجم القلعة بشراسة وبتدمر جزء كبير من سور القلعة. وبيستغرب تايزونج إن الأسوار ما وقعتش وبيعرف إن القائد يانج بيحمي الأسوار بالرمل والحصى اللي بتمنعها من السقوط. فبيؤمر جنوده إنهم يبدأوا بالهجوم على القلعة ويتسلقوا الأسوار بالسلالم العملاقة. وبيؤمر يانج جنوده إنهم يحاربوهم بكل قوة. وبينجح جنود يانج إنهم يستخدموا الحيل بتاعتهم والصخور العملاقة ويوقعوا جنود تايزونج اللي بينجحوا انهم يتسلقوا الاسوار تاني. وبيبدأ قتال السيف بينهم وبين جنود يانج الشجعان اللي بيسحقوا جنود تايزونج. وبيوصل مجموعة تاني بيحاولوا يدمروا باب القلعة وبيبعت تايزونج كل جنوده للقلعة وبيحاول يدخلوا بأي طريقة. وهنا بيؤمر يانج باقي قواته بقيادة أخته إنهم ينضموا إليهم وبيبدأ الهجوم. وبتتحطم البوابة وبيبدأ جنود تايزونج الدخول للقلعة، لكن يانج بيستخدم قوة جنوده ومهاراتهم وبيمنعهم الدخول. وبيوقع باقي جنود تايزونج من فوق القلعة وبيستخدم يانج الآلات بتاعته وبيوقع بيها أسلحة تايزونج وبيهزمهم بكل قوة. وبيضطر تايزونج إنه يؤمر جنوده بالانسحاب وبينتصر القائد يانج وبينال احترام شعبه في القلعة. وبيقابل ساموليه يانج وبيقول له ليه سمحت لي أحارب معاك وانت عارف إني جاي أذيك.
فبيقول له إن معركته مش معاه، وإن ياما جوجوريو حاول يبعت ليه جواسيس يقتلوه ونجي منهم. وبيحلم ساموليه بالقائد يون وبيأمره إنه يقتل يانج تاني، وبيروح يقابل يانج وبيقول له ليه مش عايز تتبع القائد يون وتبقى تحت سيطرته. فبيقول له إن القائد يون كان السبب في قتل الملك جوجوريو، وهو السبب في الحرب بينهم وبين تايزونج. وساموليه بيقول له ليه ما جيتش تساعدنا في الحرب على تايزونج زمان. فبيقول له إن من الحكمة في القتال إنه ما يحاربش تايزونج في مكان مفتوح عشان مش هيقدر على قواته، لكن كان لازم يستخبى في القلعة ويحاربه. لكن ساموليه بيغضب عليه وبيقول له انت خنتنا ولازم دلوقتي تطيع اوامر القائد يون والا هقتلك. فبيقول له انه مش هيطيع اوامره، اهم حاجة انه يحمي القلعة من هجوم تايزونج. وبيوصل واحد من قادة يانج وبيغضب جدا على ساموليه وبيحاول يقتله، لكن يانج بيمنعه وبيقول له لازم نحمي القلعة الاول. وبيبدأ تايزونج يبعت جيش عملاق مرة تاني لمهاجمة القلعة، ومعاه أبراج عملاقة أكبر من الأبراج الأولى، وبيحارب جنود يانج بقوة وبيحاولوا يمنعوا قوات تايزونج من اختراق القلعة. لكن المرة دي كانت قوات تايزونج كبيرة جدا ونجحت إنها تخترق القلعة، ومش بتستسلم جنود يانج وبيحاولوا يفكروا في طريقة يحاربوا بيها الأبراج العملاقة، وبيبدأوا يجهزوا أكياس زيت عملاقة عشان يواجهوا بيها أبراج تايزونج. وبيبدأ ساموليه ويانج يتحدوا مع بعض في قتال جنود تايزونج، وبيرمي جنود يانج أكياس الزيت، وبينجح يانج إنه يصيب بيها جنود تايزونج ويحرقهم. وبيواصل القتال بكل شجاعة وبيحرق أبراج تايزونج ويدمرها. وبيتفاجئ تايزونج بحرق أبراجه وبيغضب جدا، وفي خلال المعركة بيتصاب يانج بسهم قاتل من واحد من جنود تايزونج العمالقة، لكن بيتدخل ساموليه وبينقذ يانج في الوقت المناسب. وبيفوق يانج بعد 4 أيام من الغيبوبة، وبيعرف إن جيش تايزونج انسحب وإن ساموليه هو اللي أنقذه. وبيغضب جدا تايزونج إنه مش قادر يدمر القلعة، وبيجيب الوسيطة الروحانية للملك جوجوريو وبيخليها تروح لقلعة يانج عشان تتفاوض معاه وتحذره إن تايزونج هيبني هضبة عملاقة أعلى من القلعة عشان يهاجمهم من فوق، ويانج مش هيعرف يعمل حاجة قدامه. وبيبدأ تايزونج يبني هضبة حوالين القلعة عشان يخترقوها. وبتحكي الوسيطة الروحانية ليانج إنها شافت رؤية لانهيار القلعة، وبتطلب إنه يستسلم للإمبراطور عشان يوقف هجومه على القلعة. وبيؤمر تايزونج جنوده انهم ينهوا بناء الهضبة بسرعة عشان يخترق القلعة. وساموليه بيقول لهم انه هيحاول يطلب مساعدة من القائد يون، لكن يانج بيقول له انه مش هيوافق لانه بيعتبرهم خونة. وهنا بيطلب باسو من يانج انه يروح يهاجم جنود تايزونج وهم مشغولين في بناء الهضبة، وبيودع اخت القائد يانج حبيبته عشان يروح يهاجم جنود تايزونج، وبيوعدها انه هيرجع ليها تاني. وبيوصل باسو لقلعة تايزونج لكنهم بيكتشفوا انهم متحصرين وبيموتوا كلهم ما عدا باسو. وبيرجع وبيقول ليانج ان في واحد خاين وسطيهم كشف امرهم للملك تايزونج، وبيقول ليانج انه بيحب اخته جدا وبيموت. وبتعترف الوسيطة الروحانية إنها السبب في موت باسو، لأنها أرسلت رسالة للملك تايزونج بتحذرهم من هجوم باسو عليهم، وعملت كده عشان يانج يستسلم لتايزونج ويسلم القلعة. وبتقول لهم إن مفيش فرصة ليهم وإن القلعة هتتدمر قريب، وبتترجى يانج إنه يستسلم. وهنا ساموليه بيتدخل وبيقتلها عشان ينتقم لموت باسو، وبيقول لهم إن القلعة مش هتتدمر. وبتخرج بكها أخت القائد يانج وهي غضبانة جدا، وبتحاول تقتحم جنود تايزونج لوحدها وتنتقم لموت باسو، وبتحاربهم بشجاعة كبيرة وبتموت عدد كبير منهم، وكانت هتموت تايزونج لكن جنوده بيقتلوها ويخلصوا عليها. وبيؤمر تايزونج انهم يرجعوا جثتها لاخوها يانج عشان شجاعتها، وبيودعوا باسو وحبيبته بيكهام في يوم واحد، وبيحطوهم في توابيت وبيسيبوهم في النهر. وبيخرج ساموليه بره القلعة وبيكتشف جنود تايزونج وجوده وبيطردوه، وبيعرف يانج ان الهضبة هتكتمل بعد 10 وهيهجم بعدها تايزونج عليهم. وبيحاول واحد من القادة بتوعه انه يشجعه، وبيوصل ساموليه للقائد يون وبيطلب منه انه يساعد يانج والقلعة، لكن يون بيقول له ان يانج خاين وبيغضب عليه جدا. وساموليه بيقول له انه يانج مش خاين لانه بيحاول يحمي القلعة ويواجه جيش عدوهم تايزونج عشان يحمي شعب الملك جوجوريو. اليوم اللي بعده بيخرج يانج وبيشوف أطفال بيلعبوا بالرمل، وبيشوفهم بيحفروا أنفاق تحت الرمل، فبتقع الهضبة اللي بيلعبوا بيها، وبتبدأ تخطر بباله فكرة لمواجهة هضبة تايزونج.
وبيجتمع بجنوده وبيفكر معاهم إنه هيحاول يوقع الهضبة بسبب وجود حصى ورمل كتير فيها بيخليها غير ثابتة. وبيقترح واحد من جنوده إنهم يحفروا تحتها، وبيفكروا إن الموضوع ممكن يكون صعب، لكن واحد من عمال المناجم بيطمنهم إنهم متعودين على الشغل ده وهيقدروا يحفروا تحت الهضبة. وواحد من جنود يانج بيقوله إنه خايف إن الهضبة لو وقعت تقع على القلعة ويقدروا يخترقوها، وهنا بيقول لهم إنهم لازم يوقعوها بسرعة قبل ما تعلى أكتر من كده. وبيؤمر العمال إنهم يبدأوا فورا، وبيبدأ عمال يانج في الحفر بسرعة تحت الهضبة. وبيفرح تايزونج إن هضبته انتهت من الارتفاع وبيجهز نفسه إنه يهجم على القلعة تاني يوم. وبيروح يانج ويطمن على العمال وبيعرف إنهم قربوا ينتهوا، لكن بتحصل مفاجأة وبينزل المطر وبيملى الأنفاق اللي عملوها تحت الهضبة. وتاني يوم بيستعد تايزونج بآلاف مؤلفة من جنوده إنه يقتحم القلعة. في الوقت ده بيبدأ جنود يانج إنهم يستخدموا الزيت عشان يحرقوا أعمدة الكهف الموجود تحت الهضبة عشان يوقعوها، لكنهم بيتفاجئوا إن مية المطر أثرت على الأعمدة ومش عايزة تولع. وهنا بيحاول الرجالة إنهم يضحوا بنفسهم وبيطلبوا من يانج إنهم يقطعوا العواميد بنفسهم عشان الكهف يقع حتى ولو وقع على راسهم وماتوا. وبينزل العمال وبيبدأوا تقطيع العواميد في الوقت اللي بيؤمر فيه تايزونج بالهجوم وتنزيل الجسر على القلعة. وبيبدأ جنود تايزونج في الهجوم، لكن بينجح عمال يانج الشجعان انهم يقطعوا العواميد ويهدوا هضبة تايزونج ويدمروها كلها. وبيتصدم تايزونج جدا. في الوقت ده بيؤمر يانج جنوده انهم يستولوا على الهضبة ويسيطروا عليها ويحاربوا جنود تايزونج. وبيطلعوا فوق القلعة وبيبقوا في مكان أعلى من تايزونج. وبيتصدم تايزونج وبيتقتل القائد بتاعه بسبب فشله. وبيحاول جنوده يقنعوه بالانسحاب، لكن كبرياءه بيمنعه. وبيؤمر بمعاودة الهجوم على يانج والهضبة، وبيحاربهم يانج الشجاع بكل شجاعة وقوة وبيستخدم العجلات النارية لمواجهتهم. وبيستمر الهجوم لغاية الليل ومش بيستسلم يانج ولا جنوده لغاية تاني يوم الصبح وهم مستمرين في القتال. وبيعرف يانج إن الأسهم قربت تخلص ولسه في آلاف من جنود تايزونج موجودة، فبيؤمر الجند إن يحضر ليه القوس المقدس. وبيعرف تايزونج إن ذخيرة يانج خلصت وبيؤمر بمواصلة الهجوم. وهنا بيقرر يانج إنه يستخدم القوس المقدس عشان يقتل بيه تايزونج، وبيتلف جنوده حواليه عشان يحموه. وبيرفع يانج السهم المقدس لكنه مش بيقدر يصوبه بقوة وبينزله تاني في الوقت اللي جنوده بيموتوا واحد ورا التاني من قوة تايزونج. وهنا بيقرر إنه لازم يستخدم القوس المقدس بكل قوة عشان يخلص على تايزونج. وبيرفع السهم تاني وبيضربه بكل قوة، وهو بيفتكر الأبطال اللي ضحوا بنفسهم عشان يحموا القلعة. وبينطلق السهم المقدس وبيخترق عين تايزونج. وهنا بيوصل القائد يون بكل الجيش بتاع الملك جوجوريو، وبيبدأ تايزونج يأمرهم بالانسحاب لكنهم اتأخروا جدا. وبيوصل يون وساموليه ويهاجم جنود تايزونج ويحاصرهم. وبيوصل ساموليه للقائد يانج اللي بيفرح بيه وبشجاعته، وبيموت الإمبراطور تايزونج وبيتهزم. وبيبدأ يانج يصلح القلعة تاني وبيودع ساموليه اللي هيرجع ينضم للقائد يون. وبيودعه يانج وبيقوله إن القلعة أصبحت بيته يقدر يرجع في أي وقت. ما تنساش تعمل معانا اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك أحدث الأفلام. ما تنساش تعمل لايك على صفحتنا على الفيسبوك وتضغط لايك على الفيديو وتشيره عشان توصلك أحدث الأفلام. أبطال الفيلم هم جوان سانج اللي بيقوم بدور يانج، ونام جويوك اللي بيقوم بدور ساموليه، وكيم سول هيون اللي بتقوم بدور بيكها. الفيلم من إنتاج 2018 وتم تصويره في كوريا الجنوبية.